فأخذ بعد عودته من حجة الوداع يرغب أصحابه بكثرة ملازمته والجلوس معه قبل أن يحرموا ذلك، حتى قال لهم يوما: والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني، ثم لئن يراني أحب إليه من أهله وماله. فبكى أصحابه رضوان الله عليهم، وبدأوا يستشعرون أن حبيبهم بدأ يودعهم. وفي أواخر الأيام خرج إلى أحد وصلى على الشهداء كالمودع للأحياء والأموات. فلما رجع انصرف إلى المنبر فقال: يا أيها الناس، إني فرطكم وإني شهيد عليكم، وإني لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم من الدنيا أن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. كل هذه العبارات دلائل ومؤشرات إلى قرب الأجل والنهاية التي لا بد منها لكل كائن كان، فالكل سيموت إلا ذو العزة والجبروت. وفي جوف ليلة من الليالي الأخيرة في حياته أيقظ مولاه أبا مويهبة وقال له: إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي. فلما وقف بين أظهرهم قال: السلام عليكم يا أهل القبور، ليهلكم ما أصبحتم فيه فيما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع أولها آخرها، الآخرة شر من الأولى. ثم أقبل على أبي مويهبة فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. فقال أبو مويهبة: بأبي أنت وأمي، خذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها والجنة، خذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها والجنة. فقال: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي، لقد اخترت لقاء الله والجنة. ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف بعد أن قال لهم: إنا بكم لاحقون. وبعد رجوعه من البقيع بدأ وجعه الذي قبض فيه، فدخل على عائشة ووجدها تشكو صداعا في رأسها وتقول: ورأساه. فقال: بل أنا والله يا عائشة ورأساه. ثم قال لها مهدئا من روعها ومداعبا لها على ما به من شدة الألم، فقال لها: أما ضرك يا عائش لو مت قبلي فقمت إليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك؟ فقالت له وهي تداعبه: ولم تعلم أن هذا المرض هو الذي سينقله إلى ربه. قالت: والله لكأني ولو قد فعلت، يعني مت، لرجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. قالت: فتبسم صلى الله عليه وسلم، ثم ازداد به الوجع وبدأ يطوف على نسائه وهو يقول لهن: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ فاستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، فأذن له. تأمل إلى مراعاته خواطر نسائه مع شدة مرضه، واستمر معه المرض 13 يوما وقيل 14، والمرض يزداد عليه يوما بعد يوم زيادة في التشريف والتكريم. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت كثيرا ما أسمعه في أيام مرضه يقول: إن الله لم يقبض نبيا حتى يخيره. فسمعته وهو يختبر يقول: بل الرفيق الأعلى من الجنة. فعلمت أنه يخير فقلت: إذا لا يختارنا، لقد اشتاق إلى لقاء ربه كما اشتاق ربه إلى لقائه. وفي أيام مرضه مر أبو بكر والعباس على مجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، فقال لهم أبو بكر: ما يبكيكم؟ فقالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم من بيننا. فدخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فخرج إليهم معصوب الرأس يهادى بين علي والفضل، تخط قدماه في الأرض. صعد المنبر لآخر مرة في حياته،
صعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم. صعد المنبر وارتقى في سلم العبودية حتى وصل إلى سدرة المنتهى يوم أن أسرى به ربه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدء أو كالجند بالعلم. صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم. جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية نجم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجياد ولا في العين كالرسم. مشيئة الخالق الباري وصنعته، وقدرة الله فوق الشك والتهم. صعد المنبر بأبي هو وأمي ليرد الحقوق ويعلن للبشرية جمعاء أن أكرمكم عند الله أتقاكم. صعد المنبر أمام الناس فنظروا إليه ونظر إليهم، واشتد البكاء في المسجد. قام متوكئا على خشب المنبر حتى المنبر يبكي، وقال: يا أيها الناس، من ضربته، من أخذت له مالا، هذا مالي فليأخذ منه. من ضربت له جسدا، هذا جسدي فليقتص منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. فقام عكاش بن محصن الأسدي أمام الناس قائلا: يا رسول الله، أما إنك قد طلبت القصاص منك، فأنا أريد أن أقتص منك، وذلك أنك يوم كنت تسوي الصفوف يوم بدر طعنتني بعصا في يدك في خاصرتي وقد آلمتني، وأنت عرضت نفسك الآن بالقصاص. فقام علي رضي الله عنه فقال: أنا في القصاص، أنا في القصاص فداء له. كيف لا يكون له فداء وهو الذي قال بأبي هو وأمي: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فدلك من يقصر عن فداك، فما شهم إذن إلا فداك. أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا علي، بل يقتص مني. فأمر بالعصا التي كانت معه يوم بدر فأتي بها ورفعها عكاشة في يده واتجه نحو المنبر، وارتفع صوت البكاء في المسجد. موقف من أشد المواقف وأصعبها على أصحاب محمد، حبيبهم في مرض شديد وصحابي سيقتص منه أمام الناس على منبره. فلما وصل عكاشة إلى المنبر ألقى العصا من يده، ثم ضم الجسم الشريف ومرغ وجهه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وبكى بكاء شديدا وهو يقول: جسمي لجسمك فداء، جسمي لجسمك فداء. فضج المسجد بالبكاء. أوصى على منبره في آخر أيامه وصايا منها: أوصيكم بالأنصار وهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن سيئهم. ثم حذر الأمة من اليهود والنصارى فقال: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا تتخذوا قبري وثنا يعبد من دون الله. ثم أمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا يختلط على الناس دينهم
ثم أوصى الأمة بالصلاة فهي صلتها بربها وقرة عينها، فقال من منبره: الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. فكيف هي صلاتنا اليوم؟ وهل عملنا بالوصية أم ضيعناها؟ هل عملنا بالوصية أم ضيعناها؟ ثم نزل عن المنبر ولم يصعد عليه مرة أخرى، بكت كالمنابر. بكت كالمنابر كلها بأبي أنت وأمي. رد الحقوق ورد المظالم وبدأ يستعد للقاء ربه. فدنت ساعة الرحيل واشتد عليه الوجع وزاد عليه الألم مضاعفة للأجر ورفعة للدرجات. وفي فجر يوم الاثنين الذي قبض فيه وبينما المسلمون يصلون صلاة الفجر إذ انكشف الستار الذي على بيت عائشة ورأى الصحابة حبيبهم، رأوه متبسما وجهه كأنه خلقة القمر. كيف لا يتبسم وصفوف المسلمين متراصة متكاملة لصلاة الفجر؟ قلت ثم ثم كيف لو رأى الحبيب صفوفنا في صلاة الفجر اليوم؟ نظر إلى أصحابه نظرة وداع أخيرة، وما كشف ذلك الستار بعد ذلك اليوم. كاد الصحابة يفتنون في صلاتهم، ظنوا أن حبيبهم قد برأ من المرض وهو على وشك الخروج للصلاة معهم، فأشار إليهم متبسما أن أكملوا صلاتكم. وأسدل الستار، وكانت آخر نظرة وآخر ابتسامة، وطفق الألم والوجع يزداد عليه صلوات ربي وسلامه عليه، وبدأ يتغشاه من الألم والكرب ما الله به عليم. ودخلت عليه فاطمة رضي الله عنها، فلما رأت ما حل بأبيها من الشدة صاحت وقالت: وكرب أبتاه، وكرب أبتاه، وكرب أبتاه. فقال لها: لا كرب على أبيك بعد اليوم. فسارها فبكت، ثم سارها فضحكت، فسألتها عائشة عن ذلك فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها أخبرت بذلك بعد وفاته. سارها في الأولى فقال لها: إنه يقبض في مرضه هذا، فبكت. ثم سارها الثانية فقال: وإنك أول أهل بيتي لحوقا بي، ففرحت رضي الله عنها وأرضاها. ستلحق بأبيها في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فكيف لا تفرح وقد بشرها بأنها سيدة نساء العالمين. ثم دعا بالحسن والحسين فقبلهما وذكرهما ووعظهما، ثم دعا أزواجه فوعظهن وذكرهن. ثم دنت لحظات الاحتضار، وأخذ الوجع يشتد ويزيد. كان يقول لعائشة: لم أزل أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر. قلت أنا: قاتل الله اليهود، فلقد سموا نبينا، ومسلسل غدرهم ومكرهم لم ينتهي إلى اليوم. ثم أسندته عائشة إلى صدرها وكانت تقول: من أعظم نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي
وبين سحري ونحري، وقد جمع الله بين ريقي وريقه عند موته. وفي آخر لحظاته دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده السواك، فأخذته عائشة منه لعلمها أن حبيبها يحب السواك، تقول فلينت له بريقي ثم أعطيته إياه، فأخذ يستاك ويضع يده في ركوة فيها ماء ويمسح على وجهه ويقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. تقول عائشة ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على النبي صلى الله عليه وسلم، وما انفرط من السواك حتى رفع يده مشيرا بسبابته وشخص بصره نحو السقف، فلقد التفت حوله ملائكة الرحمن، فلقد التفت حوله ملائكة الرحمن لتشريعه إلى الملأ الأعلى. فلقد التفت حوله ملائكة الرحمن لتشييعه إلى الملأ الأعلى للقاء ربه، فتحركت شفتاه، فلقد كان يخير في تلك اللحظة بين البقاء في الدنيا أو لقاء ربه، فأصغت إليه عائشة وهو يقول مع الذين أنعمت عليهم، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. قالها ثلاثا ثم مالت يده وهدأت أنفاسه وسكت قلبه وخرجت الروح إلى بريها. مالت أطهر يد وهدأت أزكى الأنفاس وسكت أعظم قلب وخرجت أطهر وأزكى روح. فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، فعظم الله أجري وأجركم، فعظم الله أجري وأجركم. اللهم أجرنا بمصيبتنا خيرا يا رب العالمين. وأظلمت المدينة على ساكنيها. عبر أنس عن هذه المصيبة بقوله والله ما رأيت أجمل ولا أحلى من ذلك اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فقد أضاء فيها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا، وما إن تسرب النبأ الفادح والمصاب العظيم وعلم الناس بالخبر حتى طاشت عقولهم وعمتهم الحيرة وأقعدتهم الدهشة وأظلمت الحياة في وجوههم. أما فاطمة فلما سمعت بالخبر بكت وقالت وأبتاه أجاب ربا دعاه وأبتاه جنة الفردوس مأواه وأبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت رضي الله عنها لأنس يا أنس كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله. يا أنس كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله. قلت والله ما طابت ولكننا أرغمناها إرغاما. أما عمر فقد استل سيفه
وقام يحلف للناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، وأخذ يقول للناس والله ليرجعن رسول الله كما رجع موسى فليقطعن أيدي رجالا ونساء زعموا أنه قد مات. في تلك الساعات في تلك اللحظات ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، فمنهم من خر مغشيا عليه، ومنهم من لم يستطع القيام، ومنهم من حبس لسانه فلم يستطع الكلام، ومنهم من أنكر موته من شدة هول الصدمة والمصيبة. إنها مصيبة عظمى وخطب جلل، إنه فقد وغياب سيد ولد آدم، خير من صلى وصام وغير من عبد رب الأنام. لكن الله ثبت الأمة في شخص أبي بكر رضي الله عنه خليفته وصاحبه في الغار